عمليات كتير طبيه سواء تجميل او اي عمليه بنشوف فيها اخطاء طبيه، واحيانا بتؤدي عمليات دي الى الموت، او مثلا ان احنا نكون حد يجي له شلل، حد يموت، وبتكون مشكله كبيره جدا. طيب امتى اعرف اخد حقي، او امتى لو داخله عمليه سواء خطيره او عمليه تجميل ابقى عارفه انا رايحه فين وجايه منين وابقى ضامنه حقي؟ وهنعرف ده كله النهارده في الفقره مع سياده المستشار وليد. مساء الخير، منورنا في نادي نساء السر. مساء النور، واهلا بحضراتكم واهلا بكل الساده المشاهدين. اهلا بيك ودايما منورنا، وبحييكم على اختيار الموضوعات. الموضوع ده مهم جدا فعلا ويحتاج ان احنا نسلط عليه الضوء يعني. صحيح. يعني دلوقتي حد داخل يعمل عمليه ايا كان بقى ايه هي نوع العمليه، احيانا ونسبه كبيره خصوصا في السنوات الاخيره بيحصل خطا طبي. طيب ازاي انا اعرف اخد حقي؟ ازاي انا ابقى داخله العمليه وانا ضامنه برضو حقي؟ طبعا كل حاجه باقدار ربنا، ولكن لازم برضو نبقى ضامنين حقنا. ازاي ابقى اضمن حقي؟ طيب بدايه خلينا نميز ما بين حاجتين: الخطا الطبي والاهمال الطبي. الخطا الطبي اللي هو يعني ينطبق عليه ان مثلا طبيب بيعمل عمليه ويحصل فيها خطا طبي مثلا غير مقصود، لان ما بيشترطش القصد في الخطا دلوقتي، لان هو مش داخل قاصد ان هو فعلا هيصيب المريض ده بشيء غلط. والحاجه الثانيه الاهمال الطبي. الاهمال الطبي ان يكون في اهمال بقى متعمد، ان في مثلا اجراء معين كان المفروض يتعمل، كان المفروض يكون في استعداد معين، ولكن الحاجات دي كلها ما كانتش موجوده، فده سبب نوع من الاهمال الطبي. الحالتين دولت بيختلف فيهم الموقف. الحاله الاولى بالنسبه للخطا الطبي بينقسم، مثلا لو قلنا هيبقى في خطا مادي وفي خطا مهني. خطا مادي يعني الطبيب مش على علم مثلا بالحاله اللي قدامه وبالتطورات بتاعتها، فبالتالي ما قدرش ان هو يحقق النتيجه النهائيه. وخطا مهني ده مثلا ان في طبيب زي اللي نسي مثلا في فوطه في بطن المريض مثلا، او ساب المريض مثلا فتره طويله في الافاقه وما خدش الاجراءات اللازمه ان هم يفوقوه في العنايه المركزه او كده. كل دي اخطاء بتندرج تحت جمله الخطا الطبي ومعاقب عليها قانونا. فكره بقى ان احنا ازاي ناخد يعني احتياطاتنا، ازاي ناخد حقنا لو حصل موقف زي دوت، محتاجه بقى تفاصيل اكتر من كده. ما هو ما فيش حد معصوم من الخطا طبعا. ولكن اللي فهمته من حضرتك دلوقتي ان الخطا الطبي يندرج مثلا تحت بند القضاء والقدر. لا يعني مش قضاء وقدر، مش قضاء وقدر، هو احنا بنفترض في حسن النيه. اوكي يعني. لكن الاهمال الطبي ده اللي بيعاقب عليه القانون طبعا، والخطا الطبي يعاقب عليه برضه. اوكي طيب ممكن اعرف يعني مثلا حد راح اشتكى من دكتور اسنان، هديك مثال كامل متكامل، سنانه كانت كويسه وعمل هوليوود سمايل مثلا وبوظ له اسنانه او بوظ له اللثه او فك بقه او الكلام ده كله، في الحاله دي يعتبر اهمال طبي. عايزه اعرف القانون بيعاقب على ده بايه، والقانون هيعاقب على الخطا بايه؟ الاهمال ايه والخطا ايه؟ طيب هو اذا كان مثلا يعني خطا يمكن تداركه، مثلا يعني عمل الموضوع بشكل غير ملائم مثلا، فنقدر ان احنا نعدله، فده بيكون راجع لعدم خبره مثلا الطبيب، فده امر صعب ان احنا يتم معاقبه الطبيب عليه الا في حاله واحده بس، لو سبب تشوهات. اوكي يعني حاجه كده اصبحت انا مش عارف احلها، في تشوه حصل في الفك، حصل في الوجه، فخلاص المريض مش هيقدر يعمل حاجه، مش هيجيب وش جديد. في الحاله دي ده خطا طبي معاقب عليه. اما الحاله الاولانيه خلاص لو يمكن تداركه خلاص، فممكن في الحاله دي ان المريض يرجع على الطبيب بالتعويض بقى عن اللي حصل نتيجه الخطا ده. تعويض مادي ولا تعويض اصلاح الشيء اللي اخطا فيه؟ كده او كده، بس طبيعي مش هيبقى عنده ثقه اصلا في الطبيب مره ثانيه خلاص يعني. طب هل لازم ان احنا نحاسب الطبيب ده ونطلب التعويض منه، ولا التعويض بيبقى من المستشفى، ولا بتبقى ايه هي الاجراءات المتبعه؟ هو من فتره طويله كده، من يمكن ايام واقعه الاستاذ وائل الابراشي رحمه الله عليه، الله يرحمه، كان تم اثاره الموضوع دوت في مجلس النواب، ان يتم صياغه قانون جديد يندرج تحت عنوان المسؤوليه الطبيه. القانون ده كان هيعالج المشكلات الكتير اللي احنا بنقع فيها دلوقتي، ان الطبيب مثلا ما يبقاش داخل يعمل العمليه وهو عنده خوف ان ممكن اهل المريض يرجعوا عليه ويسببوا له تشهير له ويدخلوه السجن. ففي الحاله دي هنلاقي الاطباء كلهم بيغل ايديهم عن الحالات الصعبه، لان انا هبقى خايف اخش اعمل عمليه وافاجئ مثلا ان نسبه النجاح فيها ما تكونش كبيره، وفي الغالب بيكونوا قايلين مثلا لاهل المريض ان العمليه ديت نسبه النجاح فيها ممكن تبقى 30 او 40%، ويبقى خايف ان يحصل وفاه ولا حاجه، يتفاجئ بعد كده ان هو هيخش السجن. فقانون المسؤوليه الطبيه اللي كان تم طرحه ده كان بيعالج العوار ده، لان احنا عندنا قانون العقوبات للاسف يعني يمكن المواد اللي فيه قاصره نوعا ما، عشان الطبيب مثلا اللي بيخطئ ويثبت خطأه
ممكن العقوبه توصل للسجن لمده سنه او الحبس، والغرامه 200 جنيه. ده قانون من سنه 1937 ولسه بنتعامل بيه حتى الان. اذا مثلا الخطا الطبي وصل لدرجه احداث عاهه مستديمه او خطا لا يمكن تداركه، العقوبه بتزيد مثلا توصل لسنتين وغرامه 300 جنيه. فاصبح حتى العقوبات اللي هيتم الاحتكام ليها ما بتكونش عقوبات رادعه نوعا ما اذا كان الخطا متعمد، ولكن في نفس الوقت اذا تم الاهتمام بالقانون ده ويتم صياغته على صوره كامله. في بعض البنود المهمه جدا، زي ان مثلا بيشترط ان يكون كل الاطباء مؤمنين تبع شركه تامين، بحيث لو حصل اي خطا طبي يبقى المريض لسه مش هيروح يشتكي ويدور، لا شركه التامين بتغطي الخطا الطبي ده. دي من ضمن الحاجات اللي كانت المفروض يعني الفتره اللي فاتت. انا اول مره اسمع عن بند التامين ده، يعني الدكتور نفسه بيامن على اي كلاينت بيروح له العياده؟ العكس زي بالظبط العربيات، يعني اي عربيه دلوقتي لو عملت حادثه في تامين اجباري، اللي بيحصل له الحادثه او الاصابه او الوفاه بيرجع لشركه التامين ياخد التعويض. الكلام ده متطبق خارج مصر على فكره. يعني في الدول الاجنبيه، في بعض الدول العربيه بيطبقوا النظام ده. كل اللي بيمارس مهنه الطب لابد ان يكون مؤمن على نشاطه تبع شركه تامين. طب سياده المستشار، حلوه قوي موضوع حلقه النهارده، سبيشالي بعد اللي حصل الله يرحمه وديع جورج وسوف والزوبعه الكبيره جدا اللي حصلت. انا دلوقتي لما ببقى داخله اعمل عمليه بيمضوني على اقرار ان ده على مسؤوليتي الشخصيه. هل امضائي على الاقرار ده بيضيع حقي من ان انا ارفع قضيه على الطبيب او المستشفى في حاله الخطا؟ وازاي اثبت خطا المستشفى وازاي اثبت خطا الدكتور؟ طيب 90% الاقرار ده بيكون درع حصين للطبيب اللي بيعمل الاجراء او العمليه. ولكن برضو ده بيشترط انك تكوني عارفه بالظبط الاضرار او الاعراض الجانبيه وانطرحت عليكي قبل ما يتم اجراء العمليه. يعني مش فكره ان انا همضي على ورقه عامه خلاص ماشي، انا ممكن اوكي امضي، بس يحصل تطور كبير جدا في العمليه ما يكونش معتاد. مش معنى كده ان الورقه دي ضيعت حقي، لا بالعكس، انا ممكن ارجع برضو على الطبيب او على المستشفى واشتكي واقول انا حتى الورقه دي مش مقياس، انا حصل ضرر اكبر بكتير. طب في نفس النقطه دي سياده المستشار، انا داخله اعمل عمليه تجميل بكامل ارادتي وانا اللي عايزه اعمل عمليه التجميل وبيمضوني على ورق كتير، ولكن في المستشفيات الكبيره المفروض اي عمليه تجميل بتتعمل بتكون مصوره فيديو صوت وصوره، ولكن لما بيحصل الخطا الطبي ده يقول لك انا ما عنديش الفيديو. هل انا المفروض المريض او المريضه اللي خصوصا ان احنا نادي نساء السر الستات بتلجا لعمليات التجميل بشكل كبير جدا الفتره دي، المفروض عشان انا اضمن حقي اقول ان انا مثلا انا عايزه العمليه بتاعتي تبقى مصوره صوت وصوره ويبقى الفيديو برضو معايا نسخه منه ولا لا؟ طيب اولا دي حاجه كويسه جدا نحب ننبه ليه. من حق اي حد داخل يعمل عمليه جراحيه او اي اجراء في مكان او في مستشفى طبيه او تحت ايد اي دكتور انه يطلب السي دي بتاع العمليه. ده رقم واحد، ويمكن يكون ده من ضمن الاتفاقات كمان وانا داخل قبل ما اعمل عمليه، بعد اذنكم انا عايز سي دي كامل للعمليه. ده اللي هيحمي المريض في حاله اذا ثبت فعلا ان في خطا طبي حصل هيتم الرجوع ليه، وفي نفس الوقت حتى برضه لو المستشفى عندها اي نوع من التقصير هيبان في الوضع بتاع اجراء العمليه. فدي اللي ننبه عليها، رقم واحد اطلب السي دي بتاع العمليه. ولو رفضوا؟ لا لو رفضوا هيتم بقى اتخاذ الاجراءات القانونيه ضدهم طبعا ضد المستشفى. هو دلوقتي اصلا يعني يمكن 99% من كل العمليات بتتصور. الاجهزه والمعدات اللي موجوده دلوقتي مجهزه لكده، اي غرفه عمليات فيها تصوير كامل بيحصل اللي بيدور جوه غرفه العمليات. فده الاثبات الوحيد للمريض ان هو بننصح بيه قبل ما يخش حتى غرفه العمليات. ساعات بحس ان التعويض المادي مش كافي مع وجود فقدان او خسائر، او يعني ممكن التشويش على سمعه المريض يشفي غليل الشخص المتألم اكتر، ولكن التشويش على سمعة الطبيب الطبيب انا قلت المريض الطبيب عفوا لكن فيما بعد ممكن حد مثلا لو انا متعرضه لموقف زي ده ارفض اخد فلوس، بس اكون عايزه حبس مثلا اكتر، احبس الطبيب ده او اقفل له العياده، يعني حاجه قويه قوي. قانونيا ممكن اوصل لده ولا هو زي ما حضرتك قلت 200 جنيه غرامه وسنه سجن وشكرا بقى واحزنوا انتوا باقي سنين عمركم براحتكم؟ طيب هو يعني 90% وارد ان يكون في خطا مهني في كل المهن. صح. حركه مذيعه دلوقتي اخطات في جمله المريض والطبيب. صح.
هرجع اقول بقى بتبروزني ليه يا سياده المستشار؟ زميلتي حبيبتي صلحت وعدت وعدلنا الموضوع، هتخلي ليك قناه ترفع عليا قضيه دلوقتي؟ انت عايزه تعدي بالقضيه بقى. هجيلك دلوقتي وهندخل في قضايا وفي حاجات كتير. طيب انت قلتيها جميله وحلوه وسمعناها زي الفل الحمد لله. فاصبح الطبيب دلوقتي او المحامي او النجار او السباك وارد ان يكون في خطا مهني هيحصل منه. مش معناه ان انا يعني هقطم رقبته وخلاص لو حصل الخطا ده، الا في حاله واحده بس، لو انا متاكد وعارف ان الطبيب ده داخل جوه عشان خاطر يموت العيان ده. انا مش هسكت. او داخل فعلا وهو مش تخصصه ودخل قال لك يلا لا انا هخش اعمل اللي عليا برضه. في الحاله دي لا. كل ده بقى المفروض يكون دور نقابه الاطباء. يعني فكره ان انت نلاقي اخطاء طبيه كتير وعمليات بيتم الخطا فيها وتتكرر من طبيب واحد، لا لازم اقف واعمل علامه استفهام. فين المسؤولين بقى؟ المفروض اقول له انت ما ينفعش تشتغل، انت عندك اخطاء طبيه جسيمه تسببت في اضرار للناس. وعلى فكره ساعات بيبقى طبيب شهير جدا والناس تيجي على اسمه وتدخل العمليه ومش هو اللي بيكون بيعمل العمليه في اوضه العمليات، بيكون بيستعين مثلا بدكاتره صغيرين لسه مبتدئين وبيكون الاخطاء منهم هم وبيبقى على اسم الدكتور برضه. فده للاسف دي بقى جزئيه مهمه شرف جدا المهنة. اللي هي في المستشفيات الاستثماريه. صحيح. يعلن عن الدكتور فلان هو اللي هيعمل عمليه، زياره للدكتور فلان. صحيح. ان شاء الله ايام كذا مش عارف ايه هو اللي هيعمل عمليات، ولكن جوه غرفه العمليات مش هو اللي بيعمل العمليه. هو خلاص احنا قعدنا معاه وكشف على الحاله وشخصها، لكن جوه العمليه مش هو اللي عمل العمليه. طيب ده برضو اتفضلي يا روحي. القانون الحالي غير رادع لانه لا يكفي ومحتاج تجديد، فشايف حضرتك ايه الحل؟ ايه دوركم كمحاميين ومستشارين وناس دولة ان تحلوا موضوع زي ده وموضوع شائك وبقى مع انتشار عمليات التجميل وغيرها؟ ده دور اساسي لمجلس النواب. مهم جدا جدا ان مجلس النواب يكون له رؤية في القضايا اللي بتحصل والقوانين اللي لازم تتعدل. قانون احنا بنقول نعدله ليه؟ مش عشان خاطر ان احنا نكون يعني كرباك على الدكاتره، اي واحد يغلط ان احنا هنسجنك وهنحبسك او كده. لا، احنا عايزين قانون يحمي الطرفين. صح. يحمي المريض وهو داخل يعمل العمليه، يبقى عارف ان لو جرى له حاجه في تامين، في تعويض كويس، في جهات معينه هتبقى في ظهره، وفي نفس الوقت الطبيب يبقى داخل بيعمل العمليه مش خايف. ما يقولش لا انا مش هعمل العمليه عشان ممكن اتحبس. اديله الحريه الكامله. ده اللي بيحصل بره في الدول الاجنبيه. صح. الطبيب عنده حصانه ان هو يخش بيقرر مع اهل المريض العمليه دي نعملها ولا ما نعملهاش، واذا عملها خلاص انتهى الموضوع، هو عمل اللي عليه. زي ما كنا بنشوف كده في الافلام الاجنبيه، احنا عملنا اللي علينا. على ربنا. صح. حلو قوي يا ست المستشار. دلوقتي بقى لكل الاسر اللي بتتفرج علينا، لكل الستات اللي عايزين يروحوا يعملوا عمليات تكميم، تحويل، تجميل، ايا كان، ايه هي الاجراءات اللي لازم هي كواحده ست او كاسره يتخذوها لو حد مثلا فرد من الافراد رايح دلوقتي يعمل عمليه ايا كانت بقى سبب مرضي او سبب تجميلي؟ يعملوا ايه عشان يحفظوا حقوقهم قانونيا؟ طيب، اولا عمليات التجميل دي لازم اختار دكتور او مستشفى ليها سي في نضيف كويس جدا. ان حد هيشتغل في حاجه يعني صعب ان احنا نعوضها. ثانيا نطلب السي دي بتاع العمليه وده ونصمم عليه. ده من حق لينا ان احنا ناخده عشان خاطر نثبت بعد كده ان العمليه تمت بصوره صحيحه ولا كان فيها خطا او اهمال. ثالث حاجه ان يكون في مرافق كويس موجود مع العمليه وهي بتعمل العمليه عشان يبقى يعني متطلع لكل الامور اللي بتحصل واللي بيحصل. يعني حتى ما نكونش بعيد عن غرفه العمليات كتير. في اماكن انتظار بتبقى موجوده، ببقى متابع شايف الحاله اللي بيحصل، بيجروا بيقولوا الحقونا الدنيا ماشيه تمام. ده اللي ننصح بيه كل الناس. عايزه اسال سؤال بس معلش، حابين ننوه عن صفحه الفيسبوك للتواصل مع المستشار وليد الفولي، وتفضلي سؤالك عشان هنختم. في الحاله دي سياده المستشار، وانا رايحه اعمل عمليه دافعه فيها انا فلوس ومختاره الطبيب، ممكن اقدر اخد حقي. ماشي، ثواني بس سريعا وهنختم على طول يا جماعه. لكن في المستشفيات الحكوميه اقدر اخد حقي منهم ازاي؟ لان ساعات بيوصلوا لدرجه من الاهمال، هم فعلا بيهملوا المريض لحد الوفاه. سريعا بقى، ده الجزء الثاني اللي قلنا فيه اللي هو الاهمال الطبي. الاهمال الطبي ده معاقب عليه. مفيش حاجه اسمها بقى ان انا مش عاقبه او دكتور عمل اللي عليه، لا، ده اهمال ثابت بوقائع
برجع وبشتكي وبقدم شكوى في وزاره الصحه في المحكمه وارفع التعويض اللازم، وبيتم محاسبه الشخص اللي اهمل بالظبط. نشكرك على وجودك معنا النهارده سياده المستشار وليد الفولي، المحامي بالنقد والدستوريه العليا. شكرا جدا على كل المعلومات اللي حضرتك بتفيدنا بيها كل يوم خميس. استنونا دايما في فقره عايز حقي كل يوم خميس مع سياده المستشار وليد الفولي، وتابعونا دايما في نادي النساء السري.